تعال أقولك على سحر حلال هتحقق بيه أحلامك. هات ورقة بيضة ما تكونش مسطرة واكتب فيها كل أمنياتك بصيغة المضارع، وبعد فترة سبحان الله هتلاقي معظم اللي انت كتبته إن ما كانش كله اتحقق. طبعا احنا شفنا فيديوهات كتير عن قانون الجذب بتقول الكلام ده، بس اللي ما تعرفوش إن كل اللي قلناه ده مذكور في القرآن الكريم من آلاف السنين. طيب اشمعنى الكتابة بالذات؟ يعني ليه مثلا ما تقولش الأمنية في سرك وخلاص؟ ليه في إصرار على الورقة والقلم؟ وإيه الفرق بين مصطلح قانون الجذب الغربي اللي بقى جديد على مجتمعنا وبين اليقين في الإسلام؟ إيه الحكاية؟ تعال أقولك. في القرآن الكريم بدأت سورة القلم بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. ده مش مجرد قسم، ده تأكيد إن القلم والكتابة ليهم قيمة كونية، مش بس أداة بشرية لكن رمز لقدر مكتوب. ابن كثير بيقول إن القلم ده ربنا أمره يكتب كل حاجة هتحصل لحد يوم القيامة. طبري وضح إن ما يسطرون مش بس اللي بتكتبه الملائكة من أعمال العباد، لكن كمان كل ما يكتب من علوم ومعارف وأقدار. القرطبي قال إن ربنا افتتح السورة بالقلم علشان بس يبين شرف العلم والكتابة، وكمان ربطها بالقدر وكأنها وسيلة ربانية لإدارة الكون. بعدين نيجي للحديث الصحيح اللي بيقول إن أول حاجة خلقها ربنا القلم. قال له اكتب، قال له ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. يعني حياتي وحياتك مكتوبه من قبل ما نتولد بالاف السنين. طب لما نيجي احنا نكتب حلم او امنيه في ورقه وفعلا تتحقق، هل ده سحر ولا صدفة؟ هو في الحقيقة احنا بنمارس حاجة شبه انعكاس صغير لفكرة أكبر، إن كل شيء في حياتنا أصلا مكتوب. من الناحية العلمية الكتابة بتعمل حاجتين: بتخلي أمنيتك قدامك كصورة واضحة فتبدأ تسعى ليها بوعي أو حتى من غير وعي. تاني حاجة إنها بتفكرك بالمعنى القرآني العظيم إن كل شيء مكتوب. حد هيجي يسألني دلوقتي هيقولي طب ليه يا شهاوي اشمعنى بنكتب بصيغة المضارع؟ وده لأن القرآن الكريم استخدم صيغة المضارع كتير، وده بيدل على الحدوث المتجدد والمستمر، وكمان علشان تستحضر الصورة أو المشهد اللي نفسك فيه قدام عينيك. ببساطة المضارع بيخليك جزء من الحدث. هنا بقى ندخل على قانون الجذب. الغرب من فترة بسيطة قوي بدأوا يتكلموا عن الموضوع ده. عندك مثلا نابليون هيل في كتابه Think and Grow Rich بيقول لو فضلت تتخيل هدفك وتكتبه، عقلك اللاواعي هيبدأ يوجهك ليه. وجوزيف مورفي في كتابه The Power of Your Subconscious Mind ركز على إن العقل الباطن بيحول الأفكار المتكررة لواقع. وروندا بارن في The Secret خلت العالم كله يتكلم عن الطاقة اللي بتجذب كل اللي بنفكر فيه. طيب وإيه الفرق؟ الغرب بيشوف إنك أنت المصدر، إنك تقدر تخلق واقعك بطاقة تفكيرك، لكن الإسلام بيقولك لأ، أنت بتسعى وتفكر وتكتب وتدعي، لكن في الآخر وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهنا بيجي كلام دكتور مصطفى محمود اللي كان بارع جدا في الجزئية دي، اللي قال في رحلتي من الشك للإيمان إن المكتوب مش معناه إنك مسلوب الحرية، لكن معناه إن حياتك جزء من نظام كوني محسوب كويس جدا. وفي حوار مع صديقي الملحد وضح أكتر إن إرادة الإنسان